السلام عليكم البنات، ان شاء الله نلقاكم كامل بخير. جيتكم اليوم بلاوسه تاع البراج اللي ياسر 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 بنات طلبوها مني وقداه من مره، وكما على بالكم طلبتكم اوامر يعني على العين والراس. انا حبيت نشارككم لاغوسات لاني درتها بامال دو فوا، وبزاف قالوا لي حطيها هنا في القناه حطيها هنا في القناه. الو والله درتها على جالكم باه نشارككم لاغوسات تاعي. طريقتي راح نعطيكم باللي ديتاي، يعني الناس اللي تحب تخدم لي كوموند يعني نعطيكم بالتفصيل كيفاه تخرج لكم قداه تخرج لكم. يعني اللي تحب تزود اللي تحب تنقص هذه هي. نروحوا مع بعضنا للمقادير كما راح نشوفوا. انا هنا راح نكيل بالبول هذا، او ماهوش كبير ياسر، راهو جيست برك في الكاميرا يبان راهو عادي نورمال. يخرج لك بصح كونتيتي مليحه. الناس اللي تحب تخدم غير للدار يخرج لك كونتيتي مليحه. عندي هنا 3 كيلات تاع السميد. نروحوا للسميد ديال البنات راني نعدته لكم في الاول. بعد سميد عادي متوسط، هذا تاع الكسره نحيته مش كاره، لا صفيته لا والو، لا نحيت الخشين لا والو. هذا سميد عادي، لان كل راح تروحي تصفيه وتستعملي غير الخشين هذاك والله راح يدقدق لك الكل في الطاجين البراج. الور استعملي هذا السميد. شوف طاحت لي المغرف. قلت لكم استعملي سميد تاع الشكاره ليسونسيال، ما يكونش ارطب. انت كي تشري شكاره دقيق شريها متوسط وخدمي بها عادي. انا نعطيكم النصائح كل ولي تتبعها اكيد راح يخرجوا لها يعني البراج تاعها يهبلوا يذوبوا في الفم. هنا درت 3 كيلو تاع سميد بكيله وفيضتها. لي نعدت لكم التفيضه هذه كيله فيضتها تاع سمن. شتي الكيله الاولى هي سمن، زوز مغارف الاخرين هذوك اللي فيضت بهم هما زبده، هما يعني مارغرين لابيل. عندي هنا مغرف تاع عسل، عسل عادي. ديروا مغرف تاع القهوه، مغرف تاع عسل تاع القهوه الى كونتيتي صغيره، والى كونتيتي كبيره ديروا مغرف مش معمره تاع الماكله. هكا بلي ديطاي خير باه تفهموني مليح ان شاء الله تكونوا يعني توصلكم الفكره كيما حبيت انا. كيما قلت لكم اللي اول مره ديرهم ما تفيضش الكيله، دير 3 كيلات بكيله قد حتى تتعود يدها عليهم صح، ومن بعد تفيض باسكو هذيك التفيضه تاع الكيله راح تعطيها تجي مبسه صح. راح تتعبكم في الطياب كي تطيبوا فيها تحسوها هكا راح تتفتت لكم بصح بالصبر كيما نقولوا وتسيسي. من بعد كي يبردوا راح يرجعوا نورمال، ما تشوفيهمش هما سخونين تقول يا يتفتفوا. المهم نروح معاكم بشويه. كيما قلنا 3 كيلات سميد، نملح ملح شويه ملح. درت كيله تاع السمن كامله وفيضتها بجوز مغارف تاع زبده يعني مارغرين، هنا استعملت لابيل. درت مغرف تاع عسل. العسل هذاك واش راح يدير لي؟ راح يعطيني هذاك اللون تاع البراج اللي يجي احمر كامل، يعطيها لون يهبل. ما تحبش دير العسل تقدر دير شويه سكر بصح النتيجه ما تجيش كيف كيف، باسكو العسل راح يعطيها لون يهبل للبراج، تجي كامل اللون تاعها حمرة بواحد الطريقه. راح تشوفوني كي نطيبها واحد الطريقه روعه. يعني اللي ضاقوا البراج تاعي واللي يعرفوهم موالفين ياكلوهم راهم على بالهم بهم كيفاه يجيو. هنا نروح بالعقل نبسس مليح. نبسس مليح دي وقتك في التبساس. خلطي السمن مع السميد حتى تحسي باللي هذاك البسوس تاعك هذاك دخل في كل كعبه تاع دقيق دخل فيها. راني نحك فيه كيما راكم تشوفوا بين يديا تقريبا حتى يولي يطلق روحه هكا يولي كيما الكريمه. هاني نحك فيه بين يديا مليح مليح. البنات ماذا بيكم تبسسوه مليح. هذه هي هنا السر تاع البراج انه يتبسس كيما راكم تشوفوا فيه هنا نبسس فيه مليح. حكوه بين يديكم. هذه هي. هنا راح نعطيكم لا كونتيتي قبل ما ندخلوا نبلوهم باه ما نضيعش ما نطولش الفيديو عليكم ياسر. انا هنا كيفاه نستعمل كي تعود عندي اون كوموند نستعمل كيلو تاع دقيق باغ اكزومبل. يعني نعطيكم من بعد نتوما قسموهم على كيلات. ندير كيلو تاع دقيق مع نص كيلو تاع غرس. للناس اللي تروح تغيب لها في الكونتيتي تاع الغرس تجينا ياسر تجيني شويه. كيلو تاع دقيق مع نص كيلو تاع غرس. الغرس دايما قد السمن. يعني أنا هذاك اللي تحب تكيل بالبطه تاع سمن تاع 500 تكيل بيها. وشي هو اللي قلت لكم اول مره ما تفيضش الكيله، خليها هكاك حتى ديريه وتتعود يدك عليه. قلت لكم نص كيلو تاع سميد مع نص كيلو تاع غرس مع نص كيلو تاع سمن. اللي تحب تزيد هذوك زوز مغارف تاع زبده تزيدهم. هذه تخرج لكم الكيلو تاع دقيق يخرج لكم 2 كيلو تاع براج باه نتفاهموا. يعني اللي تحب تخدم لي كوموند. برك البراج مع زياده الاسعار هذه راهم طلعوا، كانوا ب 3000 درك الكعبه راهي ب 4000. والناس اللي تحسب بالكيلو
راهي من 100 وطلع يحسبوا فيها، باسكو فيها خدمه وفيها تعب وطاجين وفيها يعني البراج خدمه وتدي وقت. هنا نروحوا كيفاه بالليتم، انا جبت ماء، ما هو سخون ما هو بارد، ما دافي، ما ديروهش بارد يجي مدلكم السمن هذاك، وما ديروهش سخون يغلي يطلق لكم روحو العجين خلاص تطلق. الور يكون جيس دافي برك تياد. نبلوها كيما راكم تشوفوا تبان لكم ما مبلولاياش بصح هيدوك تشرب. شوفوا هنا بليتها وغطيتها وخليتها قولي واحد 20 دقيقه هكاك، رجعت لها لقيتها شربت. زدت عاودت بليتها، يعني ما تحكموش كل دقيق وكيفاه. نقدرش نقول لكم انا بلو بكيله، قادره تبلي بكيله دقيق تاعك ما يشربش يروح فيها. انتي هذه الطريقه راح تعرفي دقيق تاعك يشرب ولا ما يشربش. انا الحوايج التقليديه هذه يا البنات نحب الطريقه التقليديه، يعني ما نزيد ما نقص فيها. كيما المقروط، كيما الغريبيه، كيما البراج، كيما حكاين حوايج لازم يعني تكوني لازم تتبعي يعني كيما القاعده، ما تخرجيش على القاعده باه تجيك مليحه. هنا كيما شفتوا راني استعاودت بليتهم كيف نعاود نخليها ترتاح يعني وتشرب مليح، باه البراج تاعنا من بعد ما يبسولناش. خاطر كون انتي تبلي وتبداي تخدمي ديريكت من بعد كي تعودي تخدمي وتحلي تبان نورمال، باسكو دي يدك سخونه والوحده راح تطلق لك. مي كي ترجعي من بعد البراج تاعك طيبيهم ويبردوا كلش يبسولك. خذيها من عندي راح يوليو يابسين، وزيدوا يبسولك الغرس لي لداخل مهما كان طري. هنا هاني لا تروازيام فوا زدت عاودت مسيتو لقيتو زاد شرب لي هكا جوست ابان، بليتو باسكو عرفتو بلي الاخر تاعو ما شربش ياسر، بليتو زدت له شويه برك ما ولميت. وهنا نقسمهم على زوج خبزات، لازم خبزه شوي كبيره على اختها، هذيك الخبزه اللي تحط من الفوق تكون اكبر من الخبزه اللي تتحط من تحت، خاطر من بعد راح نغطيو بها الجوانب تاني. كيما قلت لكم ماشي ياسر فرقه، جوست فرق صغير برك، يعني ماشي حاجه كبيره، ماشي تبان لكم هنا باللي هذه اللي منا راهي اكبر من اللي الاخرى، اكبر من الاخرى باردون، مي راهم تقريب قد بعضهم، زايد عليها جوست ابان ماشي حاجه. كيما قلت لكم هنا نحطهم نديرهم زوج خبزات كيما هكا ونحطهم ونروح للغرس. الغرس باين مانيش راح نضيعوا الوقت في الغرس في الحوايج ياسر. المهم نعطيكم القاعده، انا الغرس تاعي نستعمل دائما الغرس تاع البطانه اللي هو اللي يخرج البراج والمقرود يخرجها مروعه. نحكم الغرس تاع البطانه من بعد ما نقيته نعجنه بماء، نرحيه انا كيما شفتوني نرحيه في الرحايه تاع اللحم يخرج لي ارطب، ونرجع نعجنه بالماء سخون، نعجنه مليح حتى يطرى. ومن بعد واش ندير له؟ ندير له جلجلانيه، ندير له قرفه اللي عندها عود قرنفل ملح ديرو، نعجنو بسمن ولا زبده باه يطرى، والما زهر اكيد شوي ما زهر باه يجي فيه لو تاع الما زهر، ونعجنو مليح حتى يطرى. شوفوا هنا كيف راهو يتلاصق في اليد، باه كي تاكلي البرش ما تحسيش روحك تاكلي فيهم الطبقه هذيك تاع الغرس تجيك يابسه. وانا هنا جيست استعملت هذو لي ساشي باه خاطر طري، خاطر بيدي ما نقدرش نديرو، باه من بعد كي نجي نحطو فوق العجينه يجيني يعني ما تفسدليش الغرس، يبقى لي قد بعضاه طبقه كامله كيما كي نقص لك عب، كيما في الجنب كيما في النص كيما في الاخر، ونحلو ونحطو. دوك نروح للطريقه هذه. هنا قبل ما تحطوا اني نسيت البنات، هنا انا نسيت ما درتش ما رشيتش السميد. قبل ما تحطوا الخبزه الاولى رشوا السميد، هذاك السميد بعد اللي خدمتو به البراش المتوسط هذاك، عمري هذاك البلون تاعك كامل بالسميد وحطي. علاه نعمروه بالسميد؟ اولا ما يلصقلناش، باه حنا البراج من بعد كي نقصوهم ما تلصقلناش من تحت وتفسدلنا هذيك الطبقه التحتانيه تاع البراج، تفسد كي تجي تنحيها من بعد تلقيها لصقت لك. ثانيا باه كي طيبيها تجيك هذيك الحروش راج تاع باينين بهما يجون بسسين خلا، بصح الحروش هذيك راح تبين بلي البراج تاعك بسسين ياسر. كيما قلت لكم هذه ترشي من تحت وتحطي الخبزه الاولى وتحطي خبزه الغرس تاعك، وبعد تحطي الخبزه اللي هي اللي قلت لكم خليوها شوي زايده على الاولى، زايد عليها شوي في الحجم، ونقفل بها الجوانب. يعني هي ها الفيديو موضح فيه كلش بلا ما نهدر كيما راكم تشوفوا. ونبدا نحل من نص ونخرج من نص ونخرج. هنا انني حليت بصح من بعد كي نحسها بلي بدات تلصق لي في يدي نجيب السميد ونرش هذيك لا سيرفاس كامله بالسميد نفسه اللي راهو مداير، بالسميد نفسه اللي خدمت به البراج، نعمرها من الفوق ونخدم الاز، يعني ما تنحالك العجينه من الفوق
ما كيما نقولوا يبان الغرس، ما تفرغ لك ويبان الغرس، تبقى كيما راهو. اللي راح تستعمل هذو المقادير اللي راني عطيتهم لك ما تقولي ليش ما نجحتش معايا، مستحيل. يعني هذه طريقه تقليديه ماشي تاعي انا اخترعتها، هذو البراش تاع بكري كيفاه كانوا يديروهم. ما مش راح نقول لكم تاعي، وانا انا نخدم بالطريقه التقليديه توجور، يعني نخدم بها، تعجبني الطريقه التقليديه. خاطر ديما خدمة بكري ما تلقيها خدمة نظيفة وعن بالهم برواحهم واش يديروا. كيما قلنا لا كونتيتي هذه تاع، انا هنا درت ما كيلتش باسكو ديجا مالفه عن بالي. بصح نتوما لاول مره تخدمها ولا اللي تحب تخدمها كوموند ولا اللي تحب دير مشروع تاع براج، لانه هذو الحوايج يمشيو ياسر. يعني مشروع ناجح صح ومربح، اللي تحب تخدمهم مع القهاوي مع الحوان ديرهم في الليباط وتبيعهم، راهم مشروع ناجح صح. يعني انت كيلو تاع سميد مع نص كيلو تاع غرس، كيما قلت لكم هذيك الباطه تاع السمن تاع 500 غرام تقدروا تكيلو بها، تخرج لكم. باه الناس اللي تغيب لها في كيفاه الغرس يجيني خشين ويجيني رقيق، انت كيما نقولوا كيفاه تحبيه الغرس. كاين اللي يحبوا الغرس زايد في البراج يجي اكثر من العجينه. انا لا، انا نحب العجينه والغرس يجي جوست قد يعني ما يجيش زايد وما يجيش ناقص. كيما تاكلي الغرس، كيما تاكلي السميد، كيما نقولوا تاكلي لاباط مع الغرس. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. هناني نعدت لكم باللي ما نرققوهاش وما نخليوهاش خشينه، هي يعني نورمال البراج العادي في العلو تاع الخبز يجي صباع كيما شفتوني كيلت لكم بصبعي. كاين اللي يحبوها خشينه وكاين اللي يحبوها رقيقه، خلا هذيك تبقى اذواق. انا نعطيكم الطريقه اللي نخدم بها وانتوما ديروا واش تحبوا. هنا نروحوا، هنا بعد ما حليتها هذاك بالحلال هذاك جيست نسوي برك السطح وبا ما تبقاش لاطراس تاع يدي. مليحه تحلوا بيديكم خاطر العجينه راهي طريه. كما شفتوا انا نستعمل الطابع تاع البراج هذا اللي راكم تشوفوا فيه نعدته لكم. كاين المشرشف وكاين السامبل. علاه نستعملها انا؟ اولا باه الكعب كل يجوني قد بعضهم، سيرتو الا كنت دايرتها كوموند، يعني باه ما ندي للناس ما يديولي، يعني نكون مع الناس صافيه مع ربي. يعني كي نعطيها كعبه كعبه قد خاطر اليد تتميل وانا يدي مايله، خلا ديما نقول لكم بلي انا يدي في القصان ديما مايله. انا جبريفير نستعمل هذو خير باه يخرجوا لي الكعب كل قد بعضاهم. اون بليس انت كي تقولي لها تكوني ديجا دايره حسابك على الكيلو قداه فيه من كعبه، كي تسقسيك اي كليون تقول لك الكيلو تاع البراش قداه فيه من كعبه، كي تقولي لها فيه 17 كعبه عن بالك بلي فيه 17 كعبه صح، خاطر راكي ديما تقصي بالمول هذا. قادره تزيد كعبه تحرري بها الميزان كيما نقولوا، مي هذا المول يساعدك في الخدمه ياسر، يخرج لك عبد قد بعضاهم وما يتعبكش، ما تبقايش تقيسي وتديري ومنه. انا جبريفار نخدم بهذا. هادو هما البراج البنات اللي ياسر طلبتوهم مني، ان شاء الله برك طبقوهم وتشرفوني بتطبيقاتكم في الجروب تاعي اللي مازال ما عنبالهاش بالجروب. اسم الجروب تاعي اسمه حلويات سراج الدين، شرفوني فيه وحطوا لي تطبيقاتكم، واللي عجبتها وصفه اكيد تشاركني تقول لي عجبتني، واللي ما صلحت لهاش معليش روح يقول لي ما صلحت ليش، اي ما جاتنيش مليحه لا غوصه تاعك اي ما هيش مليحه. نروح كما قلت لكم بعد ما نكملوا نقصوهم كامل. انا حبيت نشارككم المراحل الكل، يعني اهم المراحل شاركتكم، بعد يبقى الطياب ما هيش حاجه يعني. نروحوا انا كيفاه نطيبهم. كاين اللي يطيبوهم في المقله ولا في هذوك الطواجن الخشان هذوك اللي خرجوا اللي شفناهم هذوك اللي يجيو جهه بجهه. كاين مي انا كيفاه نحب نطيب، انا نحب نطيبهم بالطريقه هذه، يعني اني نحط طاجين تاع الطين. انتوما تقدروا تطيبوهم في المقله عاديه وتقدروا ديروهم في حاجه خشينه هكا في غير في الطاجين هذاك تاع الحديد المرا تقدروا ديروا فيه غير هو. مي انا نحط الطاجين تاع الطين اللي نطيب فيه الكسره وفوق الطاجين تاع الحديد ونطلع في الغاز ونسخ الحمد لله اعتذر، ونسخن مليح كيما راني نعطيكم، ونسخنها مليح ونحط فوقه هذا الطاجين اللي نطيب فيه تاع المسمن وتاع المحاجب وخليه يسخن مليح. من بعد انا نحط الكعب تاعي، نحط الكعب تاعي انتي والنار تاعك الا لقيتيهم يتلهفوا عاودي نقصي شوي وريقليه. بصح حاجه واحده البنات، هنا كي تحطوهم تبقاو تحركوا فيهم. قولوا لي علاه نحركوهم، تحركوهم هكا تديو وتجيبوا خطره زوج، دوك تشوفوني كيفاه نحركهم خطره زوج تديو وتجيبوا. علاه؟ باه يطيبوا كامل كيف يعني كي تدوري كي تحركي الكعبه طيب من الجوانب، طيب من هذيك السطح تحت تلقاه كامل كيف طيابه. هنا تلقاوني ندور نحرك يا ربي نحرك خطره وزوز وثلاثه
ومن بعد باه نقلبها. شوفوا راني حركتها المره الاولى وزدت عاود حركتها المره الثانيه باه قلبت. يعني اعطيوها وقتها كي تقلبوها خطره صاي تكون طايبه الجهه التحتانيه، انتي تولي تميزي كيما نقولوا الوقت اللي طيب فيه. شوفوا راهم مبسسين خلاه، بصح حاجه واحده، شوفوا الطياب البنات كيفاه خرجوا، شوفوا طيابهم كيفاه ياسر يهبل، يعني يجيو واحد اللون روعه روعه روعه. المهم هذا هو طيابهم سهل ما في حتى حاجه، المهم الطريقه تكون صحيحه. نروحوا نشوفوا مع بعضانا. هذو هما البراش تاعي من بعد ما طابوا جاو يهبلوا يذوبوا في الفم، كي يبردوا راحين يحكموا رواحهم. نتمنى تجربوهم لانكم طلبتوهم مني ياسر، وتشاركوني تطبيقاتكم. وسلام.